السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة، أخباركم إيه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد أضحى مبارك عليكم يا رب. والله يا جماعة موضوع النهاردة موضوع سريع كده، حاولت ألمه في كام نقطة مختصرة، وهو الناس اللي بتسأل على شركاء البيزنس، يعني إزاي أختار شريك البيزنس بتاعي، وأدخل شريك أصلا أنا ما أدخلوش، وإمتى أكون محتاجه وإمتى ما أكونش محتاجه، وهل شريك البيزنس ده ممكن اخده ان هو واحد قريبي فيبقى ثقة، ولا واحد صاحبي فيبقى حب، ولا واحد من الشارع فيبقى خبرة، ولا. فانا حاولت اختصر الموضوع ده في بعض نقاط سريعة جدا. اولا لازم تبقى عارف ان بوجه عام ومن بعيد في خط عريض، وهو ان الشريك اللي هيدخل معاك ده يا هيكون شريك متداخل ومتفاعل، يا هيكون شريك غير متداخل وغير متفاعل. يعني ايه؟ هل هو شريك بياخد قرارات في البيزنس؟ هل هو شريك متداخل في عملية إدارة البيزنس؟ ولا هل هو شريك بيديني فلوس بس ومقابلها بياخد نسبة أرباح فقط في عند توزيع الأرباح؟ دي كانت أهم نقطة. طيب النقطة اللي بعد كده بقى، نبدأ نقول عشان حضرتك تشارك حد في البيزنس، عشان حضرتك تفكر امتى تدخل شريك، لازم يكون عندك حالة من 5 حالات الجايين أو ال6 حالات الجايين دول. يا اما انا محتاج فلوس، يعني محتاج عمليه تمويل، يعني عندي بيزنس قائم او عندي بيزنس بيبدا، البيزنس ده وليكن محتاج 1,000,000 جنيه، انا معايا نصهم، يبقى انا محتاج نصهم، فافكر في دخول شريك يسهل عليا الموضوع عشان ابدا. انا بتكلم في حاله احتياجك القطعي لعمليه الفلوس، يعني مفيش مفر من انك محتاجها عشان تبدا او عشان تكمل. فطبعا دي حاله تخليك انت تروح تاخد من حد فلوس وتدخله شريك معاك. طيب الحاجة التانية انك انت تكون محتاج خبرة فنية. يعني ايه؟ يعني انا راجل بفتح محل كشري، انا معايا الفلوس اللي تفتح محل الكشري، انا معايا الفلوس اللي تفتح محل البرجر، بس ما اعرفش اعمل برجر، ما اعرفش اصنع الكشري، ما اعرفش اصنع البرجر، وما اعرفش اقدمه. يبقى انا محتاج واحد يكون خبرة فنية، فاقوم اعرف ان فلان والله ده شغال بقاله 20 25 سنة في محلات الكشري، وهو اللي بيشتغل بايده، وهو اللي بيطلع الطبخة بايده، وهو اللي بيقدم الناس بايده، يبقى ده عنده الخبرة الفنية. ما دام يبقى عنده الخبره الفنيه يبقى كانه معاه فلوس بالظبط، انا بشتري خبرته دي بان انا ادخله شريك معايا في البيزنس. طب الحاجه رقم 3، الخبره الاداريه. يعني ايه؟ يعني انا راجل بفتح محل كشري او بفتح محل برجر او بفتح وات ايفر ايه، مصنع بلاستيك، ومعايا الفلوس ومعايا الخبره الفنيه، الناس اللي هتشتغل بايديهم والناس اللي هيصنعوا بايديهم، ولكن ما عنديش الشخص اللي يدير المكان صح. والخبره الاداريه ده شيء مهم جدا، لانه بيحجمنا من عراقيل ممكن تسوق الموضوع قدام او تتعب الموضوع قدام او تفشله. فطبعا ممكن اقوم اعرف ان فلان الفلاني ده بيشتغل بقاله 25 سنه خبره في اداره مصنع بلاستيك، وانا بشتغل في صناعه البلاستيك، فهو ده الشخص اللي يقدر يدير لي المكان ويخلي المكان متناسق اداريا، بحيث ان مبقاش عندي اخطاء توقفني عن اني اكمل في طريقي بقى اللي هو التكنيكال. تمام؟ فاقوم اروح اشارك فلان الفلاني ده. طيب ايه الحالة رقم 4 اللي انا برضو ممكن اكون محتاج فيها ان انا اشارك حد تاني؟ قال لك ممكن تشارك شخص يكون عنده علاقات قوية بالسوق او بالبيع او بالموردين، يساعدك في البيزنس بتاعك، وعنده شبكة من العلاقات، ما يكونش عنده 2 3، يعني شبكة ضخمة من العلاقات. يعني ايه؟ انا اعرف ان في فلان مثلا كان شغال في مصنع ما، في المصنع ده كان شغال شغلانه مهمه جدا بقاله 20 30 سنه، عنده علاقات مع التجار اللي في السوق كلهم، وليكن صناعه الاجهزه الكهربائيه، وعنده مثلا علاقات مع التجار اللي هم في شارع اللي هو شارع عبد العزيز، وعنده علاقات مع التجار زي بيتاك وزي جوميا وزي نون وزي رزق الله وزي كارفور وزي فعلاقاته بيهم قويه لدرجه ان هو مجرد فتح التليفون والاتصال بيهم هو معروف عندهم بالاسم. فتبص تلاقي ان ده هيسهل لك البيزنس بتاعك، اما انه هيسهل لك في توريد المواد الخام والرو ماتيريال من السبلاير، او هيسهل لك في عمليات التسويق والبيع للكلاينتس او للكاستمرز بتوعك. فده ممكن اشاركه، فاقوم اشاركه طبعا لان عنده شبكه من العلاقات ضخمه جدا هتسهل لي اللي انا كنت هقدر اعمله في 5 6 سنين ممكن اعمله في سنه بشبكه علاقاته. طيب ايه الحاجة الأخيرة؟ هو التوسع في البيزنس. مش لازم أكون هبدأ بيزنس، ممكن أكون محتاج أتوسع في البيزنس. فأتوسع في البيزنس يبقى لازم أدخل شريك. وترجع تاني لل4 حاجات التانيين، لما هاجي أتوسع في البيزنس، هل أنت محتاج تدخل شريك عشان تمويل فاينانس، ولا محتاج تدخل شريك عشان خبرة تكنيكال، ولا محتاج تدخل شريك عشان عنده خبرة اللي هي الادمنستريشن اكسبيرينس، ولا محتاج تدخل شريك لأن عنده هو
قاعده من العلاقات العميقه في عمليه الماركتنج والسيلز والسبلايرز والمصانع وكل حاجه. فدول انواع الشراكات اللي انت محتاج تعملها، انواع الاسباب اللي بتدفعك لانك اصلا تدخل شريك في البيزنس، عشان ما تبقاش بتدخل شريك وخلاص. طيب انا بقى قررت وخلاص، انا عرفت انا عايز ايه من دول. المفروض هنا تبدا تبص على شخصيه اللي انت هتشاركه. لازم في شويه حاجات كده لازم تبص عليها، زي سماته الشخصيه لازم تدرسها كويس جدا. قد تكون غير متوافقه مع سماتك الشخصيه، قد تكون غير متوافقه مع الحاجات اللي انت عايزها في اي شيء من بنودها. طب الحاجه الثانيه مستواه الفكري، مجاز مستواه الفكري مثلا يعني مقفول عنده درجه معينه مش هيسمح بيه الاهداف اللي انت محتاج ان هو يكون عليها شريكك ده في المستقبل. جايز تكون مش هتعرف تتفاهم معاه كويس، جايز تكون مش هتعرف تاخد وتدي معاه في مشاكل البيزنس كويس. هو مخه واقف عند نقطه معينه وانت مخك كبير لدرجه معينه، فانتوا مش هتتلاقوا مع بعض. طب ايه كمان؟ بص على قيمه، بص على مبادئه. مجاز هو ما عندوش مانع انك تجيب الفلوس من اي مكان، مجاز هو ما عندوش مانع من المنافسه الشرسه حتى لو بالاحتكار، مجاز هو ما عندوش مبدأ وممكن يقبل ان احنا نحقق ربح ولو بالحرام. مجايز اهم حاجه عنده الفلوس، يعني لو في نقص شورتج مثلا في البضاعه في السوق لفتره يبدا يقول لك نخزن احنا البضاعه ونرجع نبيعها عشان السوق عطشان فنكسب من السوق كتير. مجايز يكون عنده المبادئ والقيم دي، ودي مبادئ وقيم ما تتماشاش ومبادئك وقيمك في البيزنس. ان انت راجل بتمشي على البيزنس اسكس او اخلاقيات البيزنس، وهو ملوش في موضوع اخلاقيات البيزنس ده. اكم من رجل اعمال بنعرفهم ما بيكونش عنده اخلاقيات البيزنس، اهم حاجه عنده المكسب، الفلوس بيور، يعني اهم حاجه نكسب كام مش حاجه تانية. طيب لازم تبص كمان في اللي هشاركه على عمليه اهدافه من الشراكه. ما ممكن واحد يكون هدفه قصير الامد، يعني ايه؟ يعني هدفه بيع ونكسب، يعني عايز فلوس بسرعه. وممكن واحد يقول لك لا انا مش هدفي نكسب بسرعه، انا هدفي نبني قاعده عملاء عريضه في المجتمع فنبدا قدام شويه يبقى احنا اكبر شركه في مجالنا. وممكن واحد يقول لك لا ده انا عايز اسرع حياه المواطنين، يعني اعرف كل بيت في مصر ان انا موجود وانا بساعده في انه يعيش حياه كريمه او حياه جميله. جايز يقول لك انا يعني كل شخص بيكون عنده اهداف من البيزنس، لازم تكون اهدافك واهداف شريكك متسقه وعلى نفس السياق في البيزنس عشان ما تختلفوش قدام. فدي كانت حاجات مهمه جدا لازم حضرتك تبص فيها في شريكك في البيزنس. طيب اخر حاجه هي توصيات عامه بقى في موضوع الشراكه، ودي انا حددتهم كده في اكتر من نقطه ومهما لميت الموضوع، ولكن انا حددت لك النقط الاساسيه اللي انت لازم تبص عليها. هتشارك واحد لاي سبب بقى من الاسباب اللي قلنا عليها، اما فلوس ولا خبره فنيه ولا خبره اداريه ولا خبره مش عارف ايه ولا علاقات في السوق ولا توسع في البيزنس، وات ايفر انت هتشاركه ليه. اكتب عقد بكل التفاصيل، اكتب عقد للشركه بتفصيله انتوا اتفقتوا عليها، تمام؟ دي نقطه مهمه جدا. لازم يكون بينكم اخلاص بين الشركاء، لازم تفهم ان شريكك انت وهو نجاحك نجاحه ونجاحه نجاحك، لازم تكون مخلص من ناحيته، اظهر مودتك وحبك واحترامك ليه، خلي بينكم حدود فاصله، خليك دايما هو عارف انك بتحبه وانت عارف ان والعكس طبعا طبيعي، لان نجاحكم انتوا الاثنين يعني نجاح كل واحد فيكم منفرد هو نجاح للكيان القانوني. لازم تكون عارف انت وهو ان مجموع وجودكم مع بعض اكبر بكتير من مجموع وجودكم منفصلين. يعني لو انا كنت انا لوحدي في بيزنس وهحقق مليون وهو لوحده في بيزنس هيحقق مليون، يبقى المجموع 2 مليون، انا وهو مع بعض ما نحققش 2 مليون، انا وهو مع بعض نحقق 3 و4 و5 مليون. فالبيزنس وشراكه البيزنس ما هياش 1 يساوي 2، لا هي 1 يساوي 4 ويساوي 5 ويساوي 6. طيب خلي بينكم تواصل، خلي فيه كونتاكت دايما، خلي هو محتاجك بيتصل بيك او بيدخل لك يقعد معاك في المكتب، خلي طول الوقت انت شايف ان هو وقت ما يحتاجك يلاقيك، وقت ما انت تحتاجه تلاقيه. لازم تتواصلوا معاكم مع بعض كتير جدا بخصوص البيزنس وبخصوص التشغيل وبخصوص اتخاذ القرارات، واذا كان هو طبعا شريك زي ما قلنا متفاعل ومتداخل، ما هوش شريك بيدفع فلوس بس وقاعد في البيت. طيب ايه تاني؟ حدد واكتب المهام والواجبات بتاعه كل موظف وبتاعه الاداره وبتاعتك وبتاعه الشريك، لازم كل واحد يكون عارف هو بيعمل ايه. يعني لو هو مسؤول عن البيع والتسويق يتكتب ان هو مسؤول عن البيع والتسويق ان حضرتك مالكش دخل فيهم، ولو حضرتك مسؤول عن الاداره بوجه عام ما عدا البيع والتسويق يكتب ان حضرتك مسؤول عن الاداره بوجه عام
ما عدا البيع والتسويق. اذا كان حضرتك مسؤول عن الانتاج يكتب ان حضرتك مسؤول عن الانتاج، وهو ملوش علاقه بالانتاج. لازم تكتب كل حاجه وكل تفصيله، وما يكونش اي شيء متداري او مش واضح في الكتابه اللي انت كاتبها دي في العقد. اتفق على وقت حدوث الخساره. طول الوقت انت كاتب في العقد 5% من الارباح، 7% من الارباح، لما نكسب اخر السنه نوزع الارباح. طب ولو حصل خسائر؟ اتفق لو حصل خسائر، واكتب لو حصل خسائر مين هيتحملها. يعني ايه مين يتحملها؟ وممكن الشريك ما يتحملش، ما ممكن يا اخي بالاتفاق، ما ممكن يكون شريك غير متداخل وغير متفاعل. ففي العقد يقول لك يا باشا انا بديك فلوس وانت اللي شغال وانت اللي بتدير، وانت هتخسرني ليه بقى؟ يعني انا اقف جنبك وانت تخسرني؟ انا بديك مليون جنيه او مولك البيزنس بتاعك وبعدين تيجي تقول لي انت خسرت. فوارد انه يقول لك انا مش هتحمل في الخساره. طب افرض هو الشريك متداخل، اكتب هياخد نسبه كام من الارباح. ما هو مش بالضروره انه ياخد 50-50، ما ممكن يكون هياخد 20% فقط من الارباح، مقابل ان انت بتدير اكتر فهتاخد مثلا 80% من الارباح. ما ممكن يكون هياخد 30% وانت 70%. اكتب نسب الربح والخساره اللي انتوا هتتعاملوا عليها جوه العقد. اتفق على وقت التخارج. اهم نقطه لما تيجي تدخل بيزنس، ما تتفقش وتبقى فرحانين بفرحه البدايات. يعني ما تفرحش ان احنا النهارده قعدنا على القهوه وطمنا الصفقه وان ربنا بقى يدينا وان شاء الله الدنيا جميله. طب ولو جينا نطلع من البيزنس؟ اتفق لما تيجي تطلع من البيزنس هتمشي ازاي؟ المليون اللي هو دفعه هيرجعوا له كام؟ نص؟ ولا هيرجعوا له مليون وربع؟ ولا هيرجعوا له مليون الا ربع؟ هياخدهم امتى؟ هياخدهم كلهم immediately ولا هياخدهم على 6 شهور ولا هياخدهم على سنه عشان ما يوقعلكش البيزنس؟ هياخدهم بشيكات ولا هياخدهم بوصولات ولا هياخدهم بتواريخ ولا هياخدهم كلهم كاش في ايده وهو قاعد؟ هل من حقه ان هو ياخد اصل من اصول الشركه ولا هياخد فلوسه بس؟ لازم تكون متفق على كل حاجه من البدايه. لازم تكون حاطط بند في العقد. هل من حق شريكك انه يعمل صناعه منافسه؟ يعني هل لو احنا شغالين وعاملين محل للبرجر، هل من حقه واحنا شغالين وبنكسب وزي الفل يقوم هو يروح يشارك ناس تانية في محلات برجر، او يفتح هو محل برجر تاني باسم تاني؟ هل من حقه دي؟ اكتب كل ده، لازم تكون متفق عليها من البدايه. حدد الشكل القانوني للشركه من اللحظه الاولى. هل هي شركه اشخاص ولا هل هي شركه اموال؟ هل هي شركة أشخاص زي شركات التضامن أو التوصية البسيطة، ولا هل هي شركة أموال زي التوصية بالأسهم ولا هل هي شركة مساهمة؟ لازم يكون من اللحظة الأولى أنت عندك الشكل القانوني للشركة. حدد الإدارة وحدد مبلغ الإدارة أو المبلغ اللي تقاضاه الإدارة أو مرتب الإدارة أو نسبتها من الأرباح. يعني لو حضرتك اللي هتدير أو حضرته اللي هتدير، هل أنت هتدير كده لله وللوطن، ولا هتاخد مثلا 30-40 ألف جنيه مرتب في الشهر كمدير للمكان؟ ولا هل حضرتك هتاخد نسبة زيادة في الأرباح مقابل الإدارة؟ يعني مثلا لو هناخد 5% من الأرباح آخر السنة قبل ما نوزع أي حاجة، هناخد 5% أو 10% من الأرباح مقابل الإدارة. لازم دي كلها نقاط تكون موجودة ومعلومة ومظبوطة ونكون متفقين عليها، وتكون واضحة جدا رؤى العين، وما يكونش فيها أي لبس أو تخبط. هي دي الأمور اللي ما تخليش فيه قدام مشاكل في البيزنس. اتمنى اكون لميت الموضوع بشكل مميز او ملخص في نقاط سريعه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.